عارفين مقولة محدش بيتعلم بالساهل؟ اهو ده اللي حصل مع صاحبتنا ييجو اللي هنقول لها جوجو. ومحدش بينجرح قوي الا لما يبقى عبيط قوي. جوجو متجوزة من واحد هو اصلا بيحب اختها اللي هي بتحب الواد المسبسب ده، وفي النص الام الحرباية بتستغل كل ده لصالحها، وبصراحة عيلة تشرف. بس جوجو بتكشف الكل وبتبدأ رحلة انتقامها. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ كمل معايا الملخص للاخر ويلا بينا. بيبدأ مسلسلنا بجوجو وهي قاعدة بترسم عيلتها الجميلة ومبسوطة باللوحة قوي وبتسمع الراديو ومروقة على نفسها. وبتيجي اخت جوزها تقول لها خدي منى الغول عايزاكي، اللي هي حماتها يعني. فبتقول لها بصي بقى انا جايه البيت انا وصحباتي، ها ظبطيه واعملي لنا حاجه خفيفه ناكلها، وبتقفل في وشها. فبتبص لاخت جوزها كده وبتقول لها ما تساعديني في ترويق البيت يا لولو عقبال ما اخلص انا الاكل. فبتقول لها لا والله مش فاضيه انا رايحه اشوف شغلي. فبتخرج جوجو روح ثانيه الشغاله وتقوم تكنس وتمسح وتستحمى وتنشف اللوحه وتروح تطبخ. بس وهي بتعمل الاكل بتعور صباعها وبتلف ولا كانه متكفن. فلما بتيجي حماتها بتقول لها ايه ده؟ قالت لها والله ما لقيتش لازقه، فالجيش قال لك اتصرف. فبتقول لها انا ما طلبتش منك تطبخي اساسا، لو مش عارفه اطلبي دليفري، ولا عشان احنا فقراء بقى وانت اهلك اغنياء هتتكبري علينا؟ قالت لها لا لا ابدا يا ماما، خدي الكريدت كارد دي واستوري عليا. وطبعا ما تقدرش تفوت فرصه انها ترمي كلام سم في وشها. فبتقول لها بقى كلمي جوزك خليه يروح معاكي عند اهلك يكشي يشغلوه شغلانه عدله. فبتقول لها بس هو بيحب شغله يا طنط. فبتقول لها انت يا بنتي مش شايفه الواد طالع عينه عشان يعجب اهلك، ويا ريته عاجب، كفايه ان اختك هتتجوز المدير التنفيذي اللي شغال جوزك تحت ايده. بس هي بترد تقول لها انا متاكده ان هو بيحب شغله ومرتاح فيه، وبتسيبها وبتمشي. وبتفضل جوجو طول الطريق بتفكر في كلام حماتها وتتصل بجوزها ما بيردش. ما هو مش فاضيلك. وعند ام جوجو الحربايه بتزعق في اللي شغالين، انتوا حاطين اللوح بالترتيب ده بناء على ايه؟ انتوا فاكرينه حفل خيري بجد؟ ده الناس جايه تتمنظر باللوحات، صنفيهم من الاغلى للاقل حالا يلا. وبتبقى ماشيه متعفرطه على الكل. وبتوصل جوجو البيت بتاع عيلتها وما بتلاقيش حد، وبتبص على صور امها واختها اللي ماليه البيت، وهي يا عيني هي فين من ده كله. وبتكلم مدير اعمال امها وبتقول له انتوا فين؟ فبيقول لها النهارده المعرض الخيري وكلنا هناك. فبتقول له نسيت، طيب انا جايه لكم. فقال لها طب هقصدك في خدمه، في ظرف هتلاقيه في درج المكتب هاتيه في ايدك وانت جايه. وبيقول لها صحيح ما تكلمي جوزك تلميه، اقصد تشوفيه فين. فبتقول له ده يا حبه عيني في شغله ومشغول. فبيبص وراه ليه هوك اللي قاعد بيصور يورا اختها، وبيبقى عايز يقول ده مشغول جدا، وبيقفل معاها يكمل شغله. وبتفضل جوجو تتصل بجوزها برضه ما بيردش عليها. وعند جوزها واقف قدام اختها اللي حواليها صحفيين، وهو واقف منشكح قوي وهو بيصورها. وبتخلص الفقره الاعلانيه بتاعتها وبتبص له وبتقول له صورتني كويس. فبيقول لها اهي دي اجمل صور عشان انت فيها يا جميل. فبتقول له طب تمام ابقى ابعتها لي بقى، وبتسيبه وبتمشي. وعند جوجو بتقلع على جوزها فبتكلم المكتب بتاعه وبيقولوا لها انه طلب اذن النهارده وانهم زعلانين انه مشي. وفي الوقت ده بتكون هي وصلت عند المعرض وبتلاقي عربيته عند المعرض وفي ورق وقع منها، وبتلاقي مكتوب انه في ورق استقاله. فبتكلم حماتها وبتقول لها انت كنت عارفه؟ قالت لها عارفه ايه بالظبط؟ انا اعرف كتير. فبتقول لها انه هيستقيل. قالت لها كان شيء متوقع، انت بس اللي مش شايفه انه مش عاجبه حاله ولا شغله ولا عيشته كلها بسببك، والمفروض تساعدي جوزك الغلبان. وبتقفل في وشها. وعند جوجو كان في مذيعه بتساله عن شركته وان مبيعاتها قلت وشكلكم هتفلسوا قريب. فبيقول لها لا طبعا الكلام ده مش حقيقي. وبتكلموا عن قسم الانتاج الجديد وبتساله عنه، وبيجي سيهيوكو يقدم لهم عصير ويقول لها هرد عليكي. بس حماه المصون ما بيدلوش فرصه. وبتيجي جوجو تمسك دراع جوزها وتقول مساء الخير عليكم، وبتعرف الصحفيه عليها وعلى جوزها. وبتقول لها جوزي حبيبي هو اللي مختار شعار الحمله. فالاب بيقول طبعا طبعا جوز بنتي المجتهد بضحكه صفرة كده. فجوجو بتقول له ما قلتليش انك هنا، يعني كنت جيت ساعدتك. فبيقول لها عادي كنت حابب اكون هنا. فبتقول له شكرا على كل حاجه. فبيقول لها ما تقوليش كده يا بنتي احنا اهل. وهي بتمشي بيكون رايحه تساعد في حد بينده عليها وبيقول لها بصراحه يا جوجو انا عايزه اقول لك حاجه مهمه بعد ما نخلص، ويا رب ما تتضايقيش. فبتقول له انا مش متضايقه، انا عارفه ان اكيد ليك اسبابك. وبتسيبه في حيره اكتر. وبتوصل جوجو للمكان اللي فيه امها الحربايه ومعاها اللوحه وهي متوتره ومش عارفه تعمل ايه. وبتصور اللوحه كمان مره وبتبقى هتبعتها لجدها وانهم نفسهم في صوره زي دي في الحقيقه. فبتيجي اختها تجري عليها وبتقول لها بتعملي ايه؟ فالمسج بتتبعت لجدها. فبتبص اختها للوحه وبتقول لها ايه ده؟ فبتوري جوجو اللوحه لامها الحربايه واختها الثعبانيه. واختها بتقول لها باستهزاء انا ما كنتش اعرف انك طموحه قوي كده، انت جايه تعلقيها هنا ستات المجتمع بتاعنا لما يشوفوها يقولوا ايه ده؟ انتوا بتحطوا صور عيلتكم في المعرض ودي بقى لوحه ولا صوره؟ ده مين اللي رسمها لكم بالسعاده دي؟ وبترد امها وتقول لها ايه الفن الهابط ده؟ انا مش هحط اللوحه دي في المعرض. فردت جوجو قالت لها انا ما عملتهاش للمعرض، انا عملتها عشان احنا ملناش صور مع بعض وصورك انت ويورا مغرقه البيت. فبتبص لها الحربايه وتقول لها هو ما حدش قالك انك بما انك اتجوزتي فبتعيشي تحت ظل بيت جوزك روحي ارسميهم هم بقى. وقالت لها شيلي بقى البتاعه دي من هنا عشان ما حدش يقول على المعرض حاجه. وبتسيبها وبتمشي. فبتبص لها جوجو وتقول لها انا فرد من العيله دي، انت مش شايفه انا تعبت فيها قد ايه؟ وليه مش شايفه مشاعري اللي في الصوره وحلمي ان يكون لينا صوره سوا؟
ولسه هترد عليها فبيقوموا جايين ستات المجتمع المرموق يقولوا ايه ده، ايه اللوحه دي صوره دي ولا لوحه بجد؟ فبتضحك يورا وبتقول لهم ده فن اختي الكبيره، وبتقول الام الحربايه دي لسه مبتدئه. فبيقولوا لها مبتدئه ايه دي رهيبه، انت كنتي مخبيه عننا الفنانه دي فين؟ وبتضطر الام تعلق اللوحه عشان عجبتهم. وبعدها بتقف الام مع جوجو وبتقول لها ما تحلميش ان كل لوحك تتعلق، دول مكانهم المخزن، حتى واخدين مساحه في المخزن ده، بيدفعوا ملايين عشان حد يحط لوحته، وانا بعاملك معامله خاصه بس عشان انت من العيله. وبتقول لها انت لسه شغاله في المؤسسه بتاعتنا؟ فبتقول لها برسم لوح تاريخيه للمؤسسات الخيريه والمركز وكده. فقالت لها طب حلو، لو احتجتي حاجه بقولي لي، وما تنسيش خليهم طبق الاصل للحقيقيين. فبتقول لها عناية يا امي، انا مش هخذلك. ولما بتبص جوجو على اللوحه بتلاقي بقعه من الجنب وبتحاول تشيلها بايديها بس ما بتعرفش. وبيكون دوجو جاي يشوفها وبياخد مناديل وبتقول له انا كنت بس بحاول اشيل البقعه. فبيقول لها عارف، انا كنت بتامل اللوحه بس خدي شيل البقعه. وبيتامل اللوحه وبيقول لها ان ساعات كتير بنبقى نفسنا في حاجه فبنرسمها زي لوحتك كده. فبتبص له جوجو باستغراب وبتسكت. وبتيجي يورا تقول له ايه ده انت جيت؟ فبيقول لها كنت بشوف لوحه اختك. فبتقول له شفت اختي قد ايه موهوبه؟ وبيجي في نفس الوقت سوهيوكو بيقول لها ما تبالغيش يا يورا. فبتقول له ايه انت لازم تفتخر بيها، وبعدين انت اصلا مش انت بتحبها؟ وكان سؤال مش في محله خالص يا يورا. فبتبص لها جوجو وبتقول لها انت بتقولي ايه؟ فبتقول لها انا عرفت ان انت اللي اعترفتي الاول بحبك. فبيتوتر الجو بس بتلحقه جوجو وتقول لها احنا بينا تاريخ، وتبدا ترجع بذكرياتها لليوم ده، يوم ما كانت واقفه تحت المطر وجري عليها سوهيوكو يقول لها انت فضلتي مستنياني. قامت حضناه وقالت له استناك عمري كله يا عمري، المهم انك قبلت بحبي وطلعتي بتحبيني مش كده؟ فبيرتمك عم سوهيوكو يحضنها، ما هيعمل ايه شكله اتدبس. وبترجع تاني جوجو وبتبص لسوهيوكو وتقول انها بتعبر عن مشاعرها بكلمه بحبك. فيورا قالت لها لا، الكلمات دي تقوليها عشان تعرفي تعدي الموقف وخلاص، انت تعرفي الحب من نظره العين مش كده يا دوجوك؟ فدوجوك بيبص لها ويقول لها والله مش عارف، بتختلف من شخص لشخص. فبتقول له ايه ده فعلا ازاي؟ فبيقول لها يعني انا شايف ان جوجو صح، شايفه رسمه جوزها شكله حلو ازاي في اللوحه، اصل اللي بيحب حد بيطلع حبيبه جميل زي ما هي عامله كده. فبتبص يورا للوحه وبتقول هو كان حلو قوي كده، طب ايه رايك واحنا سوا؟ وراحت مسكت ايده وقالت مش احنا احسن سوا لايقين على بعض؟ صورمو قوي البت دي. المهم بيروح دوجوك باصص لها وساكت وبيروح عشان يرد على تليفونه. وجوجو بتكون متفاجئه من اللي حصل من يورا وبتقول لهم انا رايحه اغسل ايدي، وبتسيبهم وهي مصدومه من اللي يورا عملته. وضحكت سوهيوك اللي كانت من الودن للودن. فبتغسل وشها وبتحاول تهدي نفسها وبتخرج تلاقي دوجوك في وشها وبتقول له انا بشكرك عشان انت مراعي لسوهيوك في الشغل. فبيقول لها هو ما عندوش لسان، بتشكريني بداله ليه؟ ولا انت شايفه اللي بيحصل وعارفه وساكته وعامله نفسك عبيطه؟ وبيكون ماسك ايديها جامد وبيسيبها وبيعتذر وبيمشي من المكان خالص. وواضح ان دوجوك شايف حاجات جوجو لسه ما شافتهاش. وبتروح جوجو المكان اللوحه وبتلاقي اختها وجوزها واقفين بيضحكوا سوا ولا كأن في حاجه اصلا. وكانت لسه هتروح لهم فجت سيده اعمال قالت لها معلش عايزاكي، وبتاخدها على المخزن تحت ومعاها واحد بيشوف اللوحات. وبيجي المدير بتاع امها الحربايه وبيقول لها بيحصل ايه هنا؟ فبتقول له ابدا بتشوف اللوحات، انا ما لقيتش ماما فاضطريت انزل انا. فبيقول لها تمام، بالنسبه للظرف بتاعي فين؟ قالت له في عربيتي، لما نخلص يبقى اطلع خده. وبيسيبها وبيمشي. والراجل اللي بيبص على اللوحه كان هيقطعها. فبتقول له جوجو بالراحه انت بتعمل ايه؟ فبتاخدها الست دي على جنب وبتقعد تتكلم معاها عن بقيه اللوح وبتشغلها يعني عشان الراجل يشوف شغله. فيا ترى في ايه في اللوحه دي؟ وبنبدا المعرض وبتقعد تتكلم يورا وتقدم اللوحه العريقه دي ب3 مليار. وبتبدا المزاد ويقعدوا يعلوا على بعض. وطنط سيده الاعمال دي قاعده ضربه بوز وبتاخدها ب4.5 مليار وبيرسى المزاد عليها. بس بعدها بتقوم وبتضرب الام الحربايه حته قلم. احسن وبتقول لها انت بتغشيني، اللوحه دي مش الاصليه، دي متقلده وانت بتغشيني. وبتكشفها قدام الكل وبتطلب البوليس. فبتقوم الحربايه بتاعتنا تستند على المدير وتقول له الحقني بحل بسرعه يقوله لها. فبتقوم قايله للظابط مش انا اللي عملت كده، دي بنتي جوجو هي اللي بتقلد اللوح طبق الاصل. كل ده وجوجو بتحاول تستوعب ايه اللي بيحصل. فبتشدها امها وتقول لها قولي انك عملتي كده انقذيني. فبتقول لها بس مش انا، انتوا بتقولوا ايه؟ وبيبدا المدير بتاع امها الحربايه يقول للكل انها بتشتغل معاهم بالطريقه دي من زمان، والاثبات ظرف الفلوس اللي في عربيتها. وبتسيبهم كلهم وبتمشي وهي مش عارفه ايه اللي بيحصل. وفوق عند يورا وسوهيوك بتبقى يورا بتعيط وسوهيوك مش عارف يعمل لها ايه. وبيقول لها اهدي. فبتقول له اهدى ازاي؟ اخته بيتبوظ لي المعرض اللي بقالي كتير بخطط له، ازاي تعمل كده وتخدع الناس؟ فبيقول لها هي ما تعملش كده، اكيد في حاجه غلط. فبتقول له غلط ازاي؟ في دليل. وبتفضل تعيط وهو مش عارف يعمل ايه. فبيقول لها ما تعيطيش عشان ده بيخليني عايزه اعيط يا حبيب ماما. فبتقول له ايه؟ فبيقول لها انت كنتي بتقولي تعرفي منين اللي بيحبني، مش شايفه اني؟ فبتقول له بس اسكت ما تكملش يا مرارتي. فبيقول لها انا اتجوزت جوجو عشان اكون قريب منك لاني بحبك انتي. فبتبص له وتقول له بكل كبرياء انت فاكرني مش عارفه؟ لا انا عارفه، بس اختي العبيطه هي الوحيده اللي ما تعرفش ده. بس انت وهي شبه بعض من نفس الطبقه، انت ازاي تفكر اني ممكن ابص لك او تبقى من مستوايا؟ انت اخرك تبقى مع جوجو. كل ده في دخلة جوجو اللي بتسمعهم وتعيط. ويورا بتسيبهم وتمشي. وجوجو بتقول له انت بتكتب صح، انت ما تعملش فيا انا كده، انت بتحبني. لا يا كرامتها في كيس شيبسي. فبيقول لها لا انا مش عايز نكون سوا خلاص، وده اللي كنت هقوله لك. فبتقول له لا انت كنت هتكلمني عن الاستقاله. فبيقول لها لا ده ورقه طلاق يا حلوه.
فبتقول له عملت كل ده ليه؟ عشان تبقى قريب من اختي؟ فبيقول لها لا، حسيت ناحيتك بالشفقه فقلت اكسب فيكي ثواب فاتجوزتك، وبالمره بقى جنب اختك مش هيخسر يعني. فبتعيط جوجو وبتنهار ازاي تعمل معايا كده، وبتبص تلاقي الشرطه في وشها فبتجري تمشي وتركب عربيتها وهي بتعيط وبتفكر في حياتها اللي طلعت كدبه. وبتكلمها امها وبتقول لها انت فين؟ لازم ترجعي، ده جزاكي بعد ما ربناكي. وبتقعد تستعطف في جوجو الهبله اللي بتبقى هتلف وترجع لها، بس هوبا عربيه بتخبط فيها وبتيجي تريلا تشيل العربيتين اساسا وبتشقلبهم. الله يرحمك بقى، ريحتنا منك. المهم بتروح على المستشفى وامها قاعده بتمثل بره انها زعلانه عليها، وبتدخل للدكتور فبيقول لها بصي ما خبيش عليكي بنتك متدشمله. فبتيجي يورا وسيهيوك وبتقول لهم لا امشوا مالكوش لازمه هنا دلوقتي، وبيمشوا فعلا بس يورا ما بتبقاش طايقاه وبتنزل لوحدها في الاسانسير، وبتدخل الام الحربايه وبتفصل كل الاجهزه، وجوجو بتكون فايقه شويه فبتقول لها بصي عشان ابقى خلصت ذمتي معاكي، انا ما حبيتكيش من يوم ما اخترتك في الملجأ وانا ما حبيتكيش. وبتفتكر زمان ازاي اختارت جوجو لما جابت لها كوبايه ميه فاختارتها الحربايه بتاعتنا، وبتقول لها انت وقتها حاولتي تخليني احبك وحصل، بس لما لقيتك بتعيطي ومش عايزه تاكلي عشان بقيتي عايشه احسن ما بقيتش مصدقه اللي بتعمليه، بقيتي بتمنعي نفسك من كل حاجه، بس ورا الوش ده كله جشع كبير وكل يوم كان بيكبر. بس اللي ما تعرفيهوش ان محدش بيحبك اصلا، ونصيحتي الاخيره ليكي ما تبقيش كويسه قوي كده في الحياه مره تانية. وجوجو بتعيط وبتنهار على السرير، وبيجي مدير اعمالها وبتقول له شغل الاجهزه بقى انا مروحه، وبيشغلهم فعلا وبيسيبوا جوجو وبيمشوا. وفي الوقت ده جوجو خلاص ما بقتش قادره على حياتها فبتسلم امرها لله، وبيبداوا الدكاتره تحاول تنقذها وهي بتكلم نفسها وتقول ان لو ربنا اداها فرصه تعيش هتتغير وهتنتقم من الكل ومش هتبقى زاسكه تاني، وكأن امنيتها بتتحقق. وبتصحى فجاه على منبه واختها جنبها بتقول لها انت نمتي يلا عشان تلحقي تجيبي الفستان. فستان ايه؟ فبتحاول تستوعب ايه اللي بيحصل، وبتكتشف انها رجعت سنه لوقت الخطوبه، وبتروح عشان تختار الفستان وتلبسه، وبتفتكر ان كل ده حصل معاهم يعني هي رجعت بالزمن فعلا. وبتخرج بره لعريسها سيهيوك فبيقول لها حلو جميل، فبتبص للبنت اللي شغاله وبتقول لها كام واحده اتجوزت بعد ما لبست فستانها؟ قالوا لها كتير. قالت لهم طب واللي ما اتجوزوش؟ قالوا لا مفيش. فقالت لهم حلو انا هبقى اول واحده، وبتروح ناحيه سيهيوك وبتاخد قلم تقطع بيه الفستان وبترمي عليه بوكيه الورد وبتقول له دي هديه انفصالنا يا حبيبي، وبتسيبه وبتمشي. الاسترونج جايه يا حاره. فبيقول لها انت رايحه فين؟ فبتقول له هقول لعيلتي ان الفرح اتلغى وعشان حبيبتك يورا اختي. وبتبص لبتوع المحل وبتقول لهم انا هاخد الفستان كده عاجبني اكتر، وبتسيبهم وبتمشي. وسيهيوك بيكون واقف مش فاهم فيه ايه، وام سيهيوك بتكلمه وبتقعد تقول له عن اخر تعديلات في الفستان بتاعها الغريب ده، ويا عيني الواد مش عارف يقول لها ايه. فبيقول لها طيب روحي كلي جاتوه بقى. فبتيجي يورا بتقول له امال فين جوجو؟ فبيقول لها اختك مش عايزه تتجوزني. فبتقول له ايه؟ وعند جوجو بتروح لامها وبتقول لها انا مش هتجوز سيهيوك. فبتقول لها عيدي تاني كده. فبتقول لها مش هتجوزه. فبتسكت. فبتقول لها جوجو انت مش سامعاني ولا انت بتسمعي اللي على مزاجك؟ فامها بتقول لها نعم. فبتسيبها وبتمشي تدخل جوه. ده شملي يا غاليه ده شملي. فبيجي سيهيوك ويورا فبتبص لهم الحربايه وبتقول لهم هو حصل ايه؟ فبيرد سيهيوك عليها وبيقول لها خلينا ناجل الفرح فتره، انا اكيد قصرت معاها فهي بس متضايقه وانا هحل الدنيا. فبتيجي جوجو وتقول لهم هو انتوا ما بتفهموش، انا مش عايزه الجوازه دي، لسه هيتكلموا سوا. قامت طردهم الحربايه بره البيت وقالت لهم بقول لكم ايه هتتخانقوا يبقى بره مش ناقصه صداع. وبيخرجوا بره وبيقول لها انا عايزه اتجوزك بارادتي انا. فبتقول له يا ابني ما تضحكش على نفسك، انت مالكش فرصه مع اختي وانا مش احسن منها، انا متبنيه بس انت بتحاول بس تقرب من اختي. وبيقطع الكلام ده امه وهي بتتصل. فسيهيوك بيقول لها ابوس ايدك ما تقوليلهاش حاجه. فبتفضل تسمعها وتقوم قافله في وشها وقافله التليفون خالص. فبيقول لها انت عملتي ايه؟ فبتقول له ايه انتوا هتصدعوني؟ وبتسيبه وبتمشي. فبيقوم قاعد على الارض ويتوسلها ما تسيبنيش انا من غيرك اتدمر، انت اللي هنقذ عيلتي بيها من الفقر. فبتقول له هو حضرتك بتقول ايه؟ فبيقول لها انا هعمل اي حاجه تقوليها. فقالت له ازاي؟ فقال لها بصي هكنس وامسح وانضف واطبخ كمان بس تبقي مرتاحه وراضيه انت بتحبيني. فبترد تقول له لا انا ما كنتش بحبك، طلعت غلطان، انا كنت بشفق عليك زي كده بس انا مش هبقى عبيطه تاني. وبتسيبه وتدخل جوه. وفي البيت عند يورا وامها الحربايه بتقول لها انا مش فاهمه حصل ايه. فبترد يورا تقول لها اجلي الفرح، انت عارفه بتحبي سيهيوك قد ايه، وبعدين افرحوا بيا انا الاول. فبتقول لها بجد؟ فبتقول لها اه بقى خلاص من وقت ما شفت دوجوك وهو هيبقى جوزي قرة عيني. فبتقول لها يعني هفرح بيكي يا عيوني، خلاص نجوزك انت الاول بس هتعرفي توقعي دوجوك. فبتقول لها عيب عليكي يا مامي بنت مين انا. وبتبدا خطه انتقام جوجو بانها تكلم الصحفيه انسو جين وبتعرفها وتقول لها انا عايزه اقابلك. فبتروح تقعد معاها في كافيه وبتحكي لها كل اللي حصل. والبنت بتكون مش مصدقه وبتقول لها يعني سيهيوك بيحب غيرك؟ والغيرك دي اللي هي اختك اصلا مش معقول وعشان كده لغيتي الفرح؟ فبتقول لها اه. فبتقول لها سوجين انت ازاي هاديه كده؟ فبترد جوجو عليها بتقول لها اعمل ايه يعني؟ فبتقول لها شكله هدوء ما
قبل العاصفه، ناويه تقتليهم ولا ايه؟ فبتضحك جوجو وبتقول لها انت بتضحكيني قوي. فبتقول لها سوجين بحالتك دي لازم نوديك لدكتور نفسي، عندي ولاد عمي دكاتره نفسيين. فبتقول لها جوجو ايوه عرفيني عليهم. فبتقول لها على مين؟ قالت لها على دوجوك ابن عمك. لا دي بجاحه بقى. فبتقول لها بس دوجوك مش دكتور، ده مدير تنفيذي. وبعدها بتفهم قصدها وبتقول لها ولا انت عايزه تبقي معاه؟ بس ده اللي اختك بتحبه. فبتقول لها وهي استغلتني وقللت مني، وبعدين هي مش اختي الحقيقيه عشان اهتم بيها، انا بتكلم جد، انا عايزه اتعرف عليه. فبتقول لها انت اتحولتي للنسخه الشريره ولا ايه؟ بس هتقابلنا 3 مشاكل عشان تبقي معاه. اولا الاختلاف بين عيلتكم، انت عارفه دول مين، وبيجي اعلان في التلفزيون عنهم وانهم لسه عاملين صفقه كبيره، بس بيكون في مظاهره بره وبيجي نائب رئيس الشركه يسمع الصحافه ويهديهم وبيسيبهم وبيمشي. وبترجع سوجين تقول لها دول بانيين اغلب المباني اللي قاعدين فيها، او على الاقل ساهموا في البنى. فبتقول لها بس برغم ده دوجوك ويورا اتقابلوا بقى سوا. قالت لها ما هنا الفكره انه كان ميعاد مدبر من مامتك المصونه وصاحبتها سيده الاعمال اللي مهووسه باللوح، وكانت اترشت باللوحه عشان تنفذ خطه انهم يتقابلوا ويتعرفوا على بعض بالصدفه، بس هي ما كانتش صدفه ولا حاجه. فبتقول لها طب سيبك من دي، المشكله التانية عيلته المتكونه من جدته واللي هي بنت الشركه ومش عاجبها حاجه، والام تشايون واللي هي بالمناسبه مش بيسكتوا لبعض على الكلمه، واخته المهبوشه دونا. وبعدها بتقول لها انا لو منك انتحر ولا اني اعيش مع ال3 المجانين دول. فبترد جوجو وبتقول لها تمام فهمت، السبب الثالث ايه هو؟ فبترد تقول لها دوجوك نفسه ده مش بني ادم طبيعي. فبتقول لها ليه؟ ده امور وجذاب وينفع يبقى زوج صالح. فبترد تقول لها لا يا حبيبتي ده من بره بس، انما هو اصلا روبوت، انسان مستفز، يعني اقول لك ما فيهوش ميزه يخرب بيته. وعند دوجوك بيدخل شركته وبيلاقي جوز اخته بيون واقف بيكلم مراته وبياخد التليفون وبيقول لها بطلي تضايقيه في الشغل، ده السكرتير بتاعي، فانا بس اللي من حق اضايقه دلوقتي، يلا نورتي، وبيقفل معاها. وبنرجع لجوجو اللي بتقول لها يعني هو بس بارد، طيب مقدور عليه. فبتقول لها انت فاكره الموضوع بسيط، ده واثق من نفسه قوي وجدته بتحبه اكتر من اخوه جونج ووك، بس دوجوك عايش على مزاجه ومش هيتجوز اي واحده. فبتقاطعها جوجو وبتقول لها انا بس بكره عايزه 10 دقايق، اعرفي لي هو ويورا هيتقابلوا فين وسيبي الباقي عليا. وتاني يوم في فندق ما قاعد دوجوك وبتيجي جوجو تدور عليه وبتلاقيه وبتروح له، فبيشوفها وبيستغرب وبيقول لها جوجو. فبتقول له ايه ده انت عارفني؟ فبيقول لها طبعا لازم ابقى عارف عيله البنت اللي ماشي معاها وخطيبه سي هيوك اللي شغاله عندنا. فبتقعد تقول له لا انت فاهم غلط، اولا انا مش اختها، انا متبنيه، ثانيا انا ما بقتش مخطوبه خلاص، من الاخر بص انا جاي اعرض عليك عرض، ايه رايك تتجوزني انا بدل يورا؟ فبيقول لها انت جايه تهزري؟ فبتقول له لا بكلمك بجد، اعتبره عرض عمل، لو موافق تعالى نروح اي حته نتكلم عن التفاصيل. فبيضحك وبيقول لها قالوا لي انك ممله بس طلعتي عجيبه، بس ايه اللي يخليني اختارك؟ انا لازم اختار زوجه تناسبني وده هنقرره فوق. وبيطلع مفتاح اوضه في الفندق، فبتبص له باستغراب واللي هو ايش تقصد؟ وفي اللحظه دي بتيجي يورا تبص لهم وتقول لهم انتوا قاعدين مع بعض ليه؟ فبيبص دوجوك لجوجو ويقول لها الخيار خيارك، هتعملي ايه؟ وبعدها يورا قالت لجوجو تعالي نتكلم هناك. فبتقول لها لا معلش والله احنا طالعين فوق، مش كده يا دوجوك؟ فبيقول لها طبعا، وبياخدها وبيطلعوا على فوق. واضح ان في حد كده عاجباه لعبه جوجو. وعند سي هيوك بيعرف اهله اللي حصل، وامه بتفتكر عشان كلمتها تسالها عن الفستان هي لغت الفرح. فاخته بتقول له لا ما تقولش، اوعى تكون عرفت بحبك ليورا. فامها بتبص لها وبتقول لها ما ابنك كان راكع تحت رجليها وسابته ومشيت. وفي نفس اللحظه بيتكلموا يورا وبتقول له باللي حصل وشكلها هتبقى فضيحه بجلاجل. وعند دوجوك وجوجو بيطلعوا على الاوضه وبيقول لها يلا افتحي الباب. فبتحاول تفتح من التوتر ما بتعرفش. فبيقول لها لا انت شافي كده اللي تتاكلي وسط الناس، وبيفتح هو الباب وبيدخلها. وكانت المفاجاه وتحت يورا هتموت من اللي حصل. وبيجي دوجوك يقول لها هو في ايه؟ فبتقول له الهانم طلعت معاه فوق، هي اتجننت ولا ايه؟ فبيقول لها اهدي بس. فبتقول له اهدى ايه؟ دول كانوا حاضنين بعض وعلي العال، واحده وواحد في فندق، هتفتكر هيحصل ايه يعني؟ ما تصفي النيه شويه يا اختي يورا. المهم فوق بقى عند دوجوك وجوجو مش زي ما انتوا فاكرين، دو اوضه وهو محولها مكتب. فبتبص جوجو فبيقول لها دوجوك ايه كنت فاكره انت كمان؟ مش احنا هنتكلم عن شغل؟ انا لما بحب افصل واركز في شغلي باجي هنا، قولي لي بقى انا سامعك. وبعدها بتمسك تليفونها وبتكون يورا بتتصل فبتكنسل. فيورا بتبعت لها مسج وتقول لها استناك عشان لازم افهم فيه ايه. فبتبص جوجو لدوجوك وتقول له احنا شكلنا هنبات هنا لو انت مش وراك حاجه. فبيقول لها مش ورايا بس مش هبات هنا، نرجع لمرجوعنا، احنا لازم نشوف احنا مناسبين ولا لا. فبتبص له وتقول له بص يا ابني انت مش نوعي المفضل اصلا، فانت اللي المفروض تقول لي انا اقبل بيك ليه. والاول مره في حياته حد يقلل من وسامته، فكانت نقطه في محلها يا جوجو. وبعدها قالت له بص انت ما عندكش حلول كتير، يا ترجع البيت يا تتجوز وتعمل عيله زي ما تيتا نفسها، ولو اخترت الاختيار الاول فانت كده هتستلم مجموعه شركات تايجه فهتهد حلمك. فبيقف ينبهر بانها عارفه كتير. فبتقول له يا ابني نعرف حاجات انت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك. وبعدها بتصب لهم حاجه يشربوها وهو مستغرب عن كم المعلومات دي. فبيقول لها سوهيوك هو اللي قالك؟ قالت له انت ما تثقش فيه عشان تقول له المعلومات دي. بص باختصار كده عشان انا تعبت، احنا هنتجوز وكل واحد هيعيش براحته وبعدين نتطلق، اعتبرني كشريك ليك في الشغل، ايه رايك؟
انا عايزاكي تثبتي على كلامك بقى. بس الغريب ان دوجوك وافق على عرضها، وتحت يورا وسوهيوك خارجين من الفندق ويورا على اخرها، فبتقول له سوهيوك هتعمل ايه مع جوجو؟ فبيقول لها اعمل ايه يعني، لازم اتكلم وافهم منها الاول. فبتقول له انت لسه هتفهم وتتكلم، انتوا مقرفين، وسابته ومشيت. ونرجع فوق تاني عند دوجوك وجوجو خربتها خالص وشربت الازازه كلها وبقت مهيبره، وبتيجي تلم شعرها فما بتلاقيش التوكه، فبيروح هو يجيبها لها ويلم لها شعرها، فبتقول له يلا اربطه، وهو بيكون بيتاملها اصلا. فوهي بتقول له يربط لها شعرها، فبيقوم قايل لها ابقي كل شويه عشان انت رفيعه قوي وانا مش عايز مراتي تموت من الجوع. فبتضحك وبترد تقول له انا مت قبل كده عادي متعوده. فبيبص لها باستغراب، فبتقول له عمرك شفت شريط حياتك بيتعرض قدامك زي الفيلم؟ قال لها لا ما متش قبل كده بصراحه، هنسامحه عشان هو وسيم يا جماعه. فبترد تقول له انا شفته بس ما لقيتش ولا لحظه سعيده اتمسك بيها. فقال لها ما تفكريش. قالت له بس انا هتغير، لازم اتغير، مش هسمح لهم المره دي كمان. وقامت مودعه الاحزان واغمى عليها ومسكها بين احضانه بطن القمر علشان يناموا. وبتصحى جوجو تلاقي نفسها جنبه على السرير وفي روج على قميصه، فبتفتكر حصل بينهم حاجه وطبعا مش فاكره. فبتقوم واخده بعضها وسايباه وماشيه، وبعدها بتفتح تليفونها وبتلاقي الدنيا كلها متصله بيها، بس دي البدايه. وبيصحى دوجوك بيلاقي جوجو كاتبه له ورقه انها تكلمه وسايبه له فلوس عشان يفطر. هي مش مستوعبه انه ممكن يشتريها هي وعيلتها باين. المهم عند جوجو بتقابل سوهيوك عند بيتها وبيقول لها انت كنت فعلا معاه، بس هي بتتجاهله وبتدخل البيت. بس امها الحربايه بتضربها حته قلم وبتقول لها ازاي تتجرأي وتاخدي حبيب يورا. فبترد وتقول لها وانت ازاي تضربي بنتك ولسه هيتخانقوا. فبيقوم ابوها يقول لها بس هتتخانقوا عشان راجل؟ بقول لك ايه يا جوجو، انت هتتجوزي سوهيوك زي ما كنا مرتبين وخلاص انتهينا. فقالت له انت عايز تجوزني واحد انا مش عايزاه. قال لها مش ده اللي حفيتي عشان تتجوزيه وعايزاه يا بابا، عايزاه يا بابا. قالت له ما انا كنت فاكراه بيحبني بس هو بيحب واحده تانية. وبحركه سريعه بتلم يورا الدنيا وبتقول لها انت فاكراه بيحبني انت بس عشان هو مش مهتم بيكي بتعملي كده، لكن انا مالي، ليه تعملي فيا انا كده، ده انا اختك حتى. فبتقول لها برافو عليكي يا فنانه، والله لازم تعملوا مسلسل سوا بقى. وبعدها قالت لهم بقول لكم ايه بقى، انا حصل بيني وبين دوجوك حاجه فخلصنا استروا عليا بقى. فبتنهار يورا وبتروح لها امها عشان تهديها وبتقول لمدير اعمالها احبس جوجو فوق لحد ما تستوعب هي عملت ايه، وبياخدها عافيه ويطلعها فوق وبيحبسها. وبتفتكر جوجو ايام زمان لما كانت اي حاجه بتحصل ليورا كانت بتشيل ذنبها وتتعاقب انها تتحبس في الاوضه، وكانت وقتها بتعلم على الحيطه، وحتى هم ما كلفوش خاطرهم ودهنوها، وبقت بتبص على سجنها من وهي صغيره. وقررت انها مش هتكون ضحيه المره دي، وبتمسك تليفونها بتقلب في الصفح بتاعه دوجوك، وبتفتكر انها اتفقت مع سي جين انها تصورها مع دوجوك وتنزل خبر بقى ان اللي هو وتعمل لهم فضيحه. فبتكلم سي جين وبتقول لها هو ده خبر، فبتقول لها شركه تايجا مسحت الخبر وده اللي قدرت انشره. فبترد جوجو وتقول لها اتمنى ما كنتش سببت لك مشكله. فقالت لها لا عادي انا متعوده، قولي لي بس انت عملتي ايه. فقالت لها انا مش فاكره حاجه. قالت لها ازاي، لازم تفتكري، لازم تديني تفاصيل. بس يا فرحه ما تمت، بيجي مدير اعمال امها الحربايه وبياخد منها التليفون، فبتقول له رجعهولي. فبيقول لها ده لمصلحتك وبيديها دواء كده، فبتاخده وتعمل نفسها بلعته، بس هي لا بتكون بلعته ولا حاجه. وبتيجي تربط شعرها بالاستك، فبتفتكر دوجوك واللي حصل. وبمناسبه دوجوك فبيكون بيفكر فيها وعايز يعرف هي اختفت فجاه فين. وبيقاطع بيون سكرتيره وبيقول له مالك في ايه. فبيقول له هو انت لو واحده قالت لك هكلمك وما كلمتكش يبقى حصل ايه. فبيقول له والله يا عزيزي دوجوك هي يا بتتقل عليك يا بتنفض لك. فبيتعصب دوجوك وبيسكت بيون، وبيوصل عند البيت وبيقول لهم انه قرر يتجوز جوجو، كان خبر الموسم. فجدته وامه وابوه بيتفاجئوا وبيقولوا له ايه اللي غير رايك كده. فبيبص البيون وبيقول له عرفهم اللي حصل. فبيقول لهم ابدا طلع اشاعه عليه انه راجل ملوش في الجواز كده، فاحنا هنسكتهم بخبر ارتباطه. فامه بتقول له واشمعنى جوجو يا ابني. فبيقول لها عشان بحبها. وعند جوجو بتلاقي عيال رايحين المدرسه، فبتقول لهم ينفع مكالمه وديكوا قدامها 10,000 دولار. فالعيال الفلوس بتزغلل عينهم وبيربطوا الموبايل في الملايه وهي بتسحبها لفوق. لا ذكيه يا بنت يا جوجو. وعند دوجوك جدته بتقول له انت عايز تتجوزها عشان مش عايز تخسر شركتك، لو كده سيب شركتك وتعالى خد مكانك هنا في تايجي. فبيقول لها يا جدتي انا شغلي تمام ومش لازم عشان خسرت في المبيعات اكون مش كسبان في حته تانية. فبتقول له والله ودماغك طلعت طالعه لي يا واد، مش زي ابوك ما خدش مني حاجه زي قلته. وفي اللحظه دي بترن جوجو وبيقول لها تليفونك مقفول ليه. فبتقول له هشرح لك بعدين، انا محبوسه دلوقتي واحنا لازم نتقابل. فبيبص لعيلته وبيحاول يستغل الموقف ويقول لها مش قبل ما تقولي لي تعالى انقذني يا اميري مثلا. فبتقول له انت عبيط ولا ايه. فبيقول لها خلاص اشوفك بكره بقى. فبتقول له خلاص تعالى انقذني يا عبيط. فبيقول لها عبيط وبيقفل في وشها وبيقول لهم عن اذنكم هروح اشوف مراتي المستقبليه مالها. بس بيعكر صفو اللحظه امه اللي بتقول له انها متبنيه وانها اكيد مش متربيه نفس تربيه اختها ولا عامله زينا اساسا. فبيبص لها ويقول لها ما يهمنيش الكلام ده كله، انا عايزها هي وبس. يا سلام على الحب لما يدق
المهم عند جوجو امها بتدخل وبتقول لها انت فاكره انه هيجي ينقذك مني ويخرجك من هنا؟ فوق يا حبيبتي، ده قضى معاكي ليله زيك زي اي واحده من الشارع ومش هيبصلك ولا هيحبك اصلا. بس بتتفاجئ بدوجوك فعلا وواقف بينادي على جوجو وبيقول لها يلا بينا من هنا. وبيخرج يقعد دوجوك مع ابوها ويقدم نفسه ليه وبيقول له بصراحه يا عمي انا جاي وطالب القرب منك. فبيقول له في مين؟ في يورا؟ فبيقول له لا، في المحروسه الكبيره جوجو. فبتدخل الام الحربايه وبتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت كنت ماشي مع يورا ودلوقتي عايز تتجوز جوجو وسمعه البنت. فبيقول لها والله يا مدام انت اللي زقتي عليا بنتك وانا قلت لها اني مش عايز، بس فضلت تجري ورايا لحد ما زهقتني بصراحه. فبيبص الاب لدوجوك وبيقول له يعني انت دلوقتي عايز تتجوز جوجو؟ فبيقول له يا عمي ويا ريت في اسرع وقت، ها ايه رايك؟ فبيقول له والله يا ابني طالما بتحبوا بعض يبقى خير البر عاجله. فبتعترض الام وبنتها الحربايتين دول فبيقول لهم اسكتوا عندنا ضيوف. بس يورا الحربوقه الصغيره ما بتسكتش وبتبص لهم وبتقول لهم انتوا عرفتوا بعض امتى اساسا؟ عشان كده بقى انت لغيتي الفرح وقال فاكره ان سيهيوك معجب بيا، اتاريكي بتدوري على غيره اساسا. فبيبص لها دوجوك وبيقول لها والله يا يورا انا اول مره اشوف جوجو كان امبارح. قالت له وقضيتوا يوم سوا فخلاص تتجوزوا. قال لها لا، لما النصيب بيجي بقى ما تعرفيش بيحصل ايه. فبتقول له الحربوقه الكبيره مش كده بتتسرعوا؟ ده حتى جوجو ما لحقتش تنفصل بشكل رسمي عن خطيبها. فجوجو بتتحرج فبيمسك ايديها دوجوك وبيقول لهم والله انا بدعمها وهفضل معاها لحد ما تبقى مستعده ونتجوز. بصوا هو قرر يتجوزها فخلاص بقى مش هيسيبها. فبتقوم يورا تمشي وهي على اخرها من الغيظ. فبيقوم دوجوك واخد جوجو وبيقول لهم فرصه سعيده بقى، انا هاخد جوجو ونتعشى بره. وبتقف جوجو وبتمد ايديها فامها الحربايه بتديها التليفون. فبيقول لها دوجوك ان جوجو مش عيله صغيره عشان تحبسيها ولا تاخدي منها الموبايل من النهارده، هي في حمايتي فما تقلقيش بعد كده. ولما خرجوا بره بيقول لها انا انقذتك اهو فلازم تردي لي الجميل. فبتقول له طب عايز نبدا بايه؟ ابدا اقول لك اسماء الشركات الجامده؟ فبيقول لها شركات جامده ايه؟ يلا ناكل. وبيركبها العربيه وبيروحوا مطعم فخم. وبعد مده من التفكير بيطلب لهم اكل نضيف، بس بيتحط الاكل من هنا وبتعيط جوجو من هنا. فبيقول لها في ايه يا بنتي الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ فبتقول له لا انا مش هقدر اكله. فبيقول لها ليه؟ فبتقول له انا عايز اكل اي حاجه معلبه من السوبر ماركت. ناس مش وش عز والله. فبياخدها من ايديها على جنينه وبيجيب لها اكل معلب وبيقعدوا ياكلوا. فبتقول له بص بقى الفتره اللي جايه فيها حرب فخلي بالك في الشغل. فبيقاطعها ويقول لها شغل ايه؟ كل يا حاجه انت باين عليك التعب. فبتقول له ايه صعبت عليك؟ اديك شايف بتعامل ازاي في البيت وشكل اوضتي اصلا ما يجيبش مخزن حتى في البيت، والله امي اللي المفروض تكون امي شايف بتعاملني ازاي. فبيقول لها اسكتي بس وبطلي تفكير. فبتقول له اهلي كلهم عايزين يتخلصوا مني بس انت لا، انت خايف عليا وجيت انقذتني. واضح انها هتبقى علاقه عمل ناجحه. ابلع الكلام اللي كنت هتقوله بقى، دي طلعت عبيطه بجد. ولسه هتكمل اكل فبتقوم معيطه وبتلف وبترجع له. فبيقوم بيقول لها هو في ايه بقى مالك؟ حصل لك ايه؟ عملوا فيكي ايه؟ فبتقول له ابدا وانا صغيره اتسممت وقالوا ان اللي سممتني المربيه بتاعتي وانا كنت بحبها ومتعلقه بيها، ومن وقتها وانا فقدت الثقه في الكل. ازاي اقدر اثق في حد ولو مش هي اللي عملت كده؟ هيكون حد من عيلتي، هعيش ازاي معاهم وحد منهم عايز يموتني؟ وبتقول له بصريح العباره بقى انا عايزه انتقم منهم من كل واحد دوقني المرار ده. فبيقول لها وانت اخترتيني عشان تنتقمي؟ فبتقول له لما اختارك الكل هيعاني وهو ده المطلوب. فقال لها وده اللي كنت عايزه اسمعه وانا مستعد لده. وبيقوم قاطف ورده من الجنينه ويقعد قدامها ويلف الورده حوالين صباعها ويقول لها هو مش احسن حاجه بس اللي لقيته دلوقتي، تقبلي تتجوزيني؟ فبتقول له موافقه. فبيقوم ويفتح لها دراعاته وقامت الهبله رايحه بايساه وعينك ما تشوف الا النور بجد. وتاني يوم بتقوم جوجو على مكالمه سيجين بتقول لها ايه اللي حصل بينكوا ده؟ فبتقول لها في ايه؟ فبتقول لها ابدا صورك انت ودوجوج ماليه البلد. فبتقول لها ايه؟ وبتقوم تمسك التاب وتقلب فيه لحد ما بتلاقي الخبر قدامها. وبتسال سيجين ما تعرفيش مين اللي عمل كده؟ قالت لها ابدا شخص مجهول ملوش صفحه ولا اي حاجه، علم زي الهاكر. يا ترى مين اللي ممكن يكون مدبر الموضوع بالطريقه دي؟ فبتفتكر جوجو ان دوجوج عدل شكلها وقال لها عايزك تطلعي حلوه، فجمعت ان دوجوج هو اللي عمل كده ومين غيره. وعند دوجوج امه بتكلمه وبتقول له انت عملت كده عند صح؟ فقال لها انا ابدا ليه بتقولي كده؟ فقالت له الجوازه دي مش هتحصل الا على جثتي. فقال لها هنشوف الموضوع ده. وبيقول له بيون انا هخليهم يشيلوا الخبر. فبيرد دوجوج وبيقول له ملوش لازمه انا كده كده هتجوزها، بس بذمتك مش شكلنا حلو سوا؟ فقال له انت ما سمعتش امك قالت ايه؟ قال له ما هي قالت كده عليك انت واختي واتجوزت وما تعرفناش بقى ويلا ندخل الاجتماع. وبالليل على الغدا بيكون الاب قاعد هو ويورا وبتقوم وبتقول مش هتاكل. فبيقول لها ده اضراب عن الاكل ولا ايه؟ فبتقول له لا مش اضراب وما تهتمش لو مت حتى. فبيقول لها انت بتقولي ايه؟ فبتقول له ليه يا ابويا وافقت على جوازة جوجو ودوجوك؟ انت عارف اني بحبه. فقال لها انت اللي عبيطه ما عرفتيش تكسبيه في صفك، وهو اول ما شافها جه جري عشان يتجوزها. وبتيجي الام الحربايه الكبيره وبتقول له مش عشان احنا وافقنا هيتجوزوا، ما تنسوش عيله دوجوك اللي حاسين بالاهانه من اللي ابنهم بيعمله. وفي الوقت ده بتكون جوجو معديه وبتنادي عليها الحربايه وبتقول لها هو انت فاكره موضوع جوازك ده سهل؟ طب اهل جوزك كانوا عارفين يورا فكانوا هيوافقوا عليها، انما انت بقى ايه؟
فبتقول لها مالكيش دعوه، انا هاخد رضاهم. وبتقوم يورا تطلع اوضتها وبتقعد امها الحربايه تقطم في جوجو، بس جوجو بتسيبهم وبتخرج. وبنلاقي دوجوك بيكلم جوجو بيقول لها ما يلا اركبي العربيه، فبتقول له مستعجل على ايه؟ فبتركب العربيه وبتلاقي بيون، فبيتكلم دوجوك تقول له ايه ده؟ فبيقول لها ده المساعد بتاعي ما تقلقيش. وبياخدها بيوديها عند بيت دوجوك، فبتدخل البيت بتلاقيه في المطبخ، فبيقول لها ما حسيتش بيكي لما دخلتي. فبتقول له بتعمل ايه؟ قال لها بعمل لنا حاجه ناكلها، اقعدي. وبيعمل لها حاجه تشربها وبيكمل عمال الاكل. وبيخلص وبيحط قدامها الاطباق وبيقول لها استني ادوق انا الاول. وبيدوق وبيقول الله يا واد يا دوجوك تسلم ايدي والله، لا هايل. فبتقول له هو انت بتعمل كده ليه؟ فقال لها ابدا بحب كده. فبتقول له نعم. قال لها بحب اطبخ يعني. وبعدها بيقول لها بصي انا موافق على كل حاجه بينا، وبيطلع لها عقد ويقول لها ده عقد جوازنا، بصي عليه وحددي المده. فبتقول له المده خليها سنه كده، وانا عايزه اضيف شرط ان عيلتنا تبقى موافقه عليه ويجوا يباركونا. فبيقول لها موافق، وبتضيفه وفعلا بتحط ميعاد للعقد. فبيقول لها دوجوك احنا عايزين بقى مكان نقعد فيه في فتره الحرب دي. فبيقول لها ايه رايك بقى في الشقه هنا؟ فبتقول له ونعيش سوا. فبيقول لها بصي انا راجع عشان اخد موافقه اهلي، وانت خليكي هنا، وده المطبخ وكل الاكل بتاعك اهو، وهنا هنعيش ونقعد ونلعب، ودي اوضتي طول ما انا مش موجود ما تهوبيش ناحيتها. وشاور لها على هناك كده وقال لها دي اوضتك. فبتدخل وتقول له الله حلوه، ومين اختار الهدوم دي؟ فبيقول لها لو ما عجبتكيش قولي لي هطرد السكرتير عادي. فبتقول له لا رقيه على اللي عمله، دول حلوين جدا. وبعدها بيسالها انت هتيجي تعيشي هنا امتى؟ فبتقول له انت مش متضايق اني هقعد معاك هنا؟ فبيديها مفتاح الشقه وقال لها تعالي في الوقت اللي تحبيه هنا. فبيقول لها الموضوع ده حصل بينا قبل كده. فبتقول له من مفتاح فندق لمفتاح شقه. فبيقول لها انت اليوم ده قررتي تستغلي الفرصه، وانا قررت استغلها معاكي، وانا معاكي في الحرب دي ومش هسيبك. وفي الشركه بتاعه دوجوك بيبقوا عايزين يعرفوا مين اللي هتتجوز دوجوك. فبيسالوا بيون اللي بيحاول يفتكر هو شاف جوجو فين، لحد ما بيفتكر انها كانت حبيبه سوهيوك اللي شغال معاهم. فبيقوم ينط من مكانه بسرعه. وعند يورا بتبقى خارجه مع اخت سيهيوك، فيورا بتقول لها امك عامله ايه؟ فبتقول لها بتحاول تتجاوز الموضوع، واختك ايه الدنيا تلاقيها مكتئبه ولا مكتئبه ايه؟ ما خلاص بقى. فيورا بتبدا تقول لها ان انتوا تقدروا تاثروا عليها وترجعوها عن اللي بتعمله. فبتقول لها مين هيقدر عليها؟ فبتقول لها والله مش عارفه. وبتقرر تشتري لها يورا البوك اللي عاجبها، ممكن تكسبها في صفها يعني. وفي نفس المول الناحيه الثانيه دونا كانت بتكلم جوزها بيون اللي بيقول لها ان البنت اللي هيتجوزها دوجوك دي كانت حبيبه السكرتير بتاعه. فبتقول له وهي دايره بقى على رجاله المكتب. فبيقول لها ابدا دي بان عليها غلبانه. فبتقول له محدش غلبان غيرك اقفل. وبتقابل يورا وبتقول لها عامله ايه وصحتك؟ وبعد التحيه بتقول لها مالها اختك بقى، مش كانت هتتجوز اصلا؟ ايه اللي حصل؟ فقالت لها ابدا هي عندها مشاكل نفسيه عشان هي متبنيه وكده، فده مخليها تعيش دور الضحيه، ومهما حد عاملها حلو مش بتفهم ده، ودايما عايزه تبقى اعلى واحسن مني. فبترد دونا وبتقول لها غريبه، ما توقعتش ان ده يبقى ردك عن اختك يعني، واللي افهمه من كلامك انكم مش شبه بعض، بس انا هحكم بعيني في الموضوع ده. اتشاو وبتسيبهم وبتمشي. وفي الوقت ده بتكون خارجه جوجو من البيت وبتقابل ام سوهيوك وبتقول لها ايه اللي حصل عشان تلغي الفرح. فبتقول لها بصي يا ستي انت عايزه فلوس، روحي شوفي لك اي حاجه تانية، ما تبوظيش حياتي انا عشان تعيشي انت. فبتقول لها استني بس نتفاهم. فقالت لها مفيش تفاهم بينا ولسه هتمشي. فتقوم ام سوهيوك تجيبها من شعرها، فبتضطر جوجو تزقها، فبتقع وبتجري عليها وبتترجاها وبتقول لها ارجعي بس لابني ارجوكي. وبتيجي بنتها وتقول له جوجو انت ايه فضلتي ورا اخويا عشان تبقي معاه ودلوقتي بتسيبيه وبتذل امي؟ ما كفايه بقى يا شيخه. وكل ده وجوجو مش مستوعبه ايه اللي بيحصل. وبتقف اخت سوهيوك وتقول للناس اللي اتلمت انها سابته قبل الفرح بشهر وراحت تشوف لها واحد غني جاي علينا عشان فقراء يعني، محدش ضربك على ايدك. فجوجو بتحاول تتماسك وايه اللي بيحصل ده وبتسيبهم وبتمشي وهي على حافه الانهيار. وكانت تمثيليه ولا اروع من ام واخت سوهيوك واللي كان بيصور مدير اعمال امها الحربايه. وبتدي ام سوهيوك فلوس وبتقول لها لو تعبتي بسبب الوقعه روحي شوفي دكتور. فبتقول لها اكيد بس كده هترجع جوجو لسوهيوك. قالت لها اوف كورس هترجع وهتعرف هي مكانتها فين بالظبط. وعند جوجو في اوضتها بتبص على التاريخ بتاع موتها وبتقول لما يجي هيحصل ايه؟ هموت تاني ولا هكمل في حياتي الجديده؟ بس دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. وبتقوم ماسكه كراسه وبتكتب رساله لامها الحربايه، والمفروض انها كده هتغير المستقبل. تفتكروا هيتغير؟ وبتروح جوجو المعرض وبتبدا ترسم فيه، وبتيجي الام الحربايه وبتقول لها رجعتيني للثمانينات باللوحه دي. الفنان لما رسمها كان ناقصها حاجات بس في الاخر طلعت بيرفكتو. قالت لها ده اللي انت شايفاه بس. وبعدها بتنادي العامله عشان تشيل اللوحه توديها المخزن جنب اخواتها. فبتعرفها العامله ان جوجو دخلت مكتبها. فبتقول لها كنت بتعملي ايه هناك؟ فبتقول لها ابدا كنت بشوف قائمه العملاء، اصل عقبال عندك قررت اخد لوحاتي وابيعهم انا. فردت الحربوقه عليها بتقول لها المعرض معرفش يبيعهم، انت هتبيعيهم، وبعدين انت قفلت حوار الجواز اللي ماشيه بيه وقررتي تبداي في بيع اللوح. فبتقول لها لا ابدا ده انا هروح لجدي في المستشفى ويكون اول واحد اخد مباركته. فبتقول لها خلاص خلي اكيد مدير اعمالي يوديكي، اصله بيروح كتير وعارف الطريق. فبتقول لها اوكي واي نوت يعني.
افتكر اني قلتلك بلاش. وبتروح المستشفى وبتقعد تخبط على باب جدها وما بيرضاش يفتح، فالممرضه بتقول لاكيم ما ينفعش كده. قال لها بصي لو عامله ازعاج اطلبوا البوليس وخلصينا. وبيرجع اكيم للام الحربايه وبيقول لها تم اللي قلتي عليه، ما فتحلهاش الباب، وهي فضلت واقفه مش عارفه تعمل ايه. فقالت له تمام، هو هيبقى خايف اصلا ومش هيتجرأ يقرب للباب، ووريني هتعملي ايه يا جوجو. وبتكون جوجو اصلا بتاكل وبتهيص مع سيجين اللي شكلهم بقى اصحاب، وبتقول لها فديني بقى اعمل ايه تاني لزوجي الصالح. فبتقول لها بصي يا ستي، واجهي اكتر شخص صعب في العيله عشان تكسبيه لصفك، وهي مرات عمي ام دوجوج. عمي ما قدرش يستحمل وحبها بعد ما طلق مراته الاولى بعد سنتين، بس الست دي جباره. فبتقول لها طب اعمل ايه؟ فبتديها تيكت لادويه نادي الطبخ، وبتقول لها اول حاجه انك تواجهيها وسط ستات المجتمع بتاعها المتباهي، هتحبك لو واجهتي. وبتقول لها وخليكي فاكره لو فضلت تستعطفي حد عمره ما هيقف معاكي. وبتروح فعلا جوجو مكان النادي وبتدخل، وبيكونوا هما بيتخانقوا بسبب كلام قالته واحده منهم عن دوجوج، فامه ما استحملتش وكانت هتقطعها بالسكينه اللي في ايديهم. استهدوا بالله يا جماعه في ايه؟ فبتدخل جوجو، وبعد ما بتنتهي الجلسه اللي ماسكه النادي بتقول لها انا قابلت بيكي عشان توصيه سيجين، بس ده مش هيعمل لك مشكله مع ام دوجوج. فبتقول لها انها هنا عشان اخفف الضغط اللي بينا. فبتقول لها انت مش جايه تتعلمي الطبخ اصلا. فبتقول لها مش بالظبط، بس كل الجوازات بتخرج من هنا ناجحه، فقلت اجرب حظي. فبتقول لها طب فين اللي طلبته منك؟ فبتخرج لها جوجو لوحه وبتقول لها انا قلت لك تعملي حاجه بايدك. ردت جوجو قالت لها والله دي الحاجه الوحيده اللي انا فالحه فيها. فبتقول لها تمام وانا هشتريها، وبتديها فلوس وبتقول لها مستنياكي مرتين في الاسبوع من 4 ل6. وبتخرج من المكان وبتلاقي ام دوجوج في وشها وبتقول لها تسمحي لي بكلمتين. فبتروح معاها للمكان وبتلاقي اختها موجوده. شكلنا هنشوف ده شمالة خواطر. وفي بيت دوجوج قاعد بيتعشى هو وعيلته وبيحاولوا يفتحوا كلام سوا، وبيجي جونج ووك الاخ الاكبر وبيقول لدوجوج والله زمان ما شفتكش على الترابيزه هنا من كتير. فقال له خلاص هسيبها لكم خالص وهتجوز عقبالك. فبيرد اخوه يقول له وانا مين هيرضى بيا؟ فبيرد ابوه يقول له ليه يا ابني ما انت زي الفل اهو. فبيقول له يا بابا ما تضحكش على نفسك، كل البنات نفسها في دوجوج مش انا، ما تركزش انا سيبني في شغلي وبس. وبعدين بيبص لدوجوج وبيقول له انا سمعت اللي انت حبيتها متبنيه. فبيقول له فين المشكله؟ قال له يعني هتسمع من الناس كلام عنب عن انها متبنيه وناقصها حنان وبتدور على مكان كويس. فبيبصوا له كلهم وبيقول لهم ايه انا ما قلتش غير اللي هيتقال الفتره الجايه. وبعد العشاء اللي ما كانش لطيف ده كل اخ بيطلع على اوضته، فبيوقفوا دوجوج وبيقول له مش لازم تطفحنا اللقمه تحت، يعني محدش هيحب اللي بتعمله. فبيقول له والله انا ما عملتش حاجه، انا بقول الحقيقه وبس، وانا شايف ان البنت دي غيرتك وبقيت بتيجي هنا كتير. فقال له انا هنا عشان ارضي امي ومش هسمح للماضي انه ياثر عليا تاني. وعند البنات بقى بيكونوا في الحمام، فيورا بتقول لجوجو ما تبينيش حاجه واحنا الاتنين اخوات حلوين هنا وشيرين وكده. فقالت لها وليه لازم امثل؟ عايزاني مزيفه شبهك؟ لو عايزه انت تمثلي براحتك، كده كده هيليق عليكي. وبعدها بتخرج بره وبيجيبوا حاجه يشربوها وبتقدمهم يورا بوش بيضحك كده، بس جوجو ما بتقبلش منها المشروب. فيونهو ام دوجوج بتقول لهم مالكوا يا بنات انتوا متخانقين؟ فيورا بتقول لها لا ابدا، بس بتسكتها جوجو بتقول لها احنا مش بنحب بعض اصلا. فبتقول لها دي مشاكلكم انا مش هتدخل، بس ان اختين يتخانقوا على نفس الراجل ده شيء مش في صالحكم. بصوا بقى انا بقول انك تتسحبي يا جوجو، اصل يورا هي اللي كانت مع دوجوج من الاول وانا شايفه انها اللي تنفع له اكتر منك، ويعني تعالي على نفسك المره دي عشان اختك. فقالت لها جوجو لا واجي على نفسي ليه؟ انا مفيش حد جه على نفسه عشاني، فمحدش يستاهل. ده شمالي يا غاليه ده شمالي. وبتكمل جوجو وبتقول لها قبل ما حضرتك تحددي مين اللي تستاهل دوجوج ابقي اساليه. فبتقول لها يون هو انت بجحه قوي بصراحه، بس بيتدخل دوجوج اللي بيقول لها والله يا امي انت اللي زودتيها. فبتبص له وتقول له انت جيت امتى؟ وبتبص لجوجو بتقول لها انت اللي كلمتيه يجي. فجوجو بتقول لها لا بس دوجوج ولسه هتكمل. فبيقول لها انا جيت عشان اوصلك وقلت اعمل حاجه حلوه، ما كنتش اعرف انك عامله اجتماع مغلق معاهم. فبتبدا تحس يون هو ان بيتعمل مؤامره عليها من بنت حبها ابنها. فبتبدا جوجو تدرك الموقف وتقول لها انا كنت جايه عشان تعرفي انا اصلي ايه واننا شبه بعض في قصه حبك بجوزك. فبتقول لها لا انا كنت طايشه ومختلفه، بس بنيت قصتي على الحب والصدق والمواجهه الحقيقيه. بس برضو قالت لها انا ايه يضمني انك زوجه صالحه لابني؟ انت بتحبيه اصلا؟ فجوجو بتكون مش عارفه ترد، بس بتقول لها انا فسخت خطوبتي عشان خطيبي خاني وعيلته كانت بتستغلني عشان يوصلوا لشيء معين، بس لما قابلت ابنك عرفت ان عمره ما خان ولا هيخون، لان عنده ام زيك بتقف في وش الحقيقه وما بترضاش بالظلم. وقالت لها عن اذنكم وبتمشي مع دوجوج. وشكل كده يون هو بتبدا تعجب بجوجو. فيورا بتقول لها انا جبت لحضرتك هديه بسيطه. فبتقول لها بمناسبه ايه؟ اتعودي ان لكل شيء مقابل واسكتي شويه. ودوجوج بياخد جوجو وبيمشوا وبيقول لها هايل لميتي الدنيا. وبتقول له ينفع توصلني على بيتك؟ مش عايزه اروح البيت. فبيقول لها صدقيني وانا كمان، وانه مش بيحب بيت عيلته. فقالت له واضح على وشك مشربينك المر بشاليمو. فبيقول لها وصلك بس ينفع اشرب بق ميه؟ وبيوصلوا وبيدخلوا يشربوا ميه وبيقعدوا يتكلموا. وبيقول لها لازم نعرف بعض اكتر عشان يشوف اننا بنحب بعض واننا مثاليين لبعض ويوافق.
موافقه. فبتقول له تمام، هبعت لك PDF فيه قصه حياتي اقراها وهتعرف كل حاجه. فبيقول لها ليه، هو انت ما بتعرفيش تتكلمي؟ ما نقعد ونحكي سوا. فبتقول له خلاص نلعب لعبه ال20 سؤال كده وهنعرف بعض. فبيقوم يجيب عصير من التلاجة وبيقول لها احنا هنتكلم لحد ما نخلص ده، وبيبدا يشرح لها هيعملوا ايه. فبتقول له ثواني، انت عايزني يعني امثل اني بحبك؟ قال لها هتعرفي تعملي كده؟ فبتقول له عيب عليك طبعا. فبيقول لها احبك وانت واثقه، طب يلا اعترفي كده وانا هقيم ادائك. فبتقول له ما تعترفش انت الاول ليه؟ فبيقول لها مخاف اعترف ما تستحمليش اللي هقوله. فبتقول له وهتقول ايه؟ فبيبص لها ويقول لها انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، ولا حتى بحبك من امتى. اوبا، ابن هنا شكله وقع من زمان يا جماعه. فبيقول لها ايه قلبك دق؟ فبتقول له انت كان لازم تطلع ممثل احسن من الاستثمار. فبيقول لها طب حلو، طلعت انفع في الاثنين. فبتقول له بقول لك ايه، انت نورتنا، قوم روح يلا. فبيقول لها دلوقتي طب خليني ابات هنا النهارده ووعد مش هتسمعي صوتي. وبتسيبه وبتدخل تنام بس ما بتعرفش. فبتخرج تبص عليه وتلاقيه نايم على الكنبه وشارب قد كده من العصير. وبتبص عليه من قريب فبيتقلب وبيبان عليه انه بيحلم بكابوس وعرقان. فبتجيب مناديل وبتمسح راسه وبتقعد تطبطب عليه وتقول له كل حاجه هتعدي، ده مجرد حلم. والصبح بتيجي طنط يوان هو وبتدخل البيت وبتلاقي في وشها جوجو. فبتقول لها اوعي تفهمينا غلط، ما حصلش بينا حاجه. فبتقول لها مش محتاجه تشرحي، انا اوبن مايند اصلا. وبيكون دوجوك نايم كل ده وبتستغرب انه نايم. فبتقول لها سيبيه نايم، وبيخرجوا بره. فبتخرج وراها جوجو وبتقول لها هتمشي على طول. فبتقول لها انا قررت العيلتين تجتمع سوا ونحدد الجواز امتى، فعرفي اهلك بقى، وهقول لك حاجه خليها سر بينا. وعند اهل جوجو بيتصدموا انها قدرت تقنع اهل دوجوج وان العيلتين هيجتمعوا. وابوها ما بيصدق وبيروح لاغي كل مواعيده وبتقول لهم لما يحددوا يوم هقول لكم. وبيتم تحديد يوم وبيروحوا اخر بلاد الكوريين وسط الزرع والخضره وكده. وبينزلوا اهل جوجو وبيقابلوا اهل دوجوج وبيرحبوا ببعض. بس الحربايه بتاعتنا ما بتبقاش طايقه نفسها. فبتقول لهم وجايبيننا هنا ليه؟ فبتقول لها الحاجه ان هنا بعيد عن عين الصحفيين وكده. فبتقول لها بس مش من مستوانا، يعني بتقللوا منا. فبتتقدم يوان هو كام خطوه وبتقول لها ما تقلقيش انا فاهماكي كويس وكويس قوي، اعرفك بنفسي انا تيشيون هو. فبترد عليها الحربايه وتقول لها وانا ليه جونج. واضح كده انها هتقوم حرب بين الحموات الجداد. وبيدخلوا وبيقعدوا جوه وبيبداوا يتكلموا. فالحربايه بتبدا وتقول لهم والله انتوا ناس كويسه قوي، بس ما اظنش ان جوجو من مقامكم، اصلها متبنيه ومش متعلمه زي بنتي الصغيره، يعني هي خريجه فنون جميله بس ما قدرتش لحد النهارده تبيع لوحه واحده في المعرض. فبتتوتر جوجو وبيدعمها دوجوك وبيقول لهم جوجو استثنائيه كده كده وده مش هيفرق كتير، هتجوزها برضه. فبتبص الحربايه لجوجو بتقول لها انت مصدقه كلامه يا جوجو؟ فبتقوم جوجو وتقول لهم امي معاها حق، انا ما فيش مميزات كتير بس انا قلت اجيب لكم معايا هديه. فبتتحمس جدا وتقول لها والله بجد جايبه ايه؟ فبتقوم جوجو تجيب لوحه من اللي كانت في المعرض والمفروض ان امها كانت باعتها. فبيتفاجئ الكل باللوحه وبيحبوها جدا وبتعلقها الجده على الحيطه. وبعدها بتقعد جوجو فبتجيلها الحربايه وتقول لها تعالي نتكلم بره شويه. ولما بيطلعوا بره بتقول لها انت بتعملي ايه؟ فقالت لها ابدا، اخدت اللوحه اللي انت قلتي هتتحط في المخزن ومش هتتباع. فبتقول لها وانا ما قلتلكيش؟ ما انا عرفت انت بعتيها لمين ورجعتها. لا ورجعت الفلوس كمان. فبتقول لها ايه؟ فبترد تقول لها لو عايزه تتاكدي تاكدي. فبتروح تتاكد تلاقي كلامها فعلا. فبتقول لها انت اتجننتي يا جوجي؟ فبتقول لها اتجننت، فخافي مني بقى. وبعد العشاء الجميل ده كل عيله راحت لحالها. وفي عربيه عيله هول الاب بيقول للحربايه انت كنت عايزه تبوظي الجوازه، انت لازم تفكري لمركزنا المالي بعد كده. فبتقول له نفكر في مركزنا المالي الاول وبنتك يورا بقى تفضل مقهوره. فبيقول لها هي اللي عملت في نفسها كده. وبتبدا الخناقه الجميله لحد البيت. وبعدين بتلف وبتضرب اكيد مدير اعمالها بالقلم، واللي هو عايز يبص لها يقول لها الله وانا مالي يا ليمبي. فبتقول له مش تاخد بالك من العك اللي بتعمله جوجو، خلي بالك من الشغل يا فندم يا محترم. وبتسيبه وبتمشي. وكل ده تحت عين سيهيوك اللي مستخبي. وبتدخل الحربايه بتاعتنا البيت وبتلاقي يورا خارجه. فبتقول لها على فين العزم؟ فبتبص لها وتقول لها مش مهم، عملتوا ايه في العشاء؟ ما عرفتيش توقفي الجوازه صح؟ ما هي خربت خلاص. وبتسيبها وبتمشي. وبتخرج بره تلاقي سيهيوك فبيقول لها استني طيب رايحه فين؟ فبيروح معاها على كافيه كده وهي بتقعد تشرب وعايزه تنسى الهبل اللي بيحصل ده. فبتسال سيهيوك انت هتعمل ايه في جوجو اللي هتتجوز دوجوك دي؟ فبيقول لها العمل عمل ربنا. فبتقول له انت عايزها هترجع لك؟ فبيقول لها اكيد بس اعمل ايه؟ فبتقول له يبقى تساعدني. وعند جوجو بتبقى بتلم هدومها فبيكلمها دوجوك وبيقول لها ايه بتعملي ايه؟ انا قلت اطمن عليكي يا حنين. المهم بتقول له ابدا بلم هدومي وهروح البيت. فبيقول لها جميل، عايزاني اوصلك؟ انا فاضي. فقالت له انت مش قلت وراك حاجات؟ قال لها عادي اجيلك برضه. فبتقول له لا خليك في شغلك، انت مش جايب بنت اختك هنا. وبتقفل في وشه تاني. جوجو بتدشمل بس. وبتخرج من البيت وبتلاقي سيهيوك في وشها. فبيقول لها تعالى اوصلك. فبتقول له ابعد عني. فبيقول لها دي اخر مره هنتقابل، وعد خليني اوصلك. فبيوصلها البيت دوجوك وبتقول له شكرا يلا بالسلامه. فبيقول لها انت خلاص اخدتي قرارك النهائي مفيش مجال للتفكير؟ فبتقول له لا وكفايه استغلال بقى، انا سبت لك المجال كله اهو ابعد عني بقى.
فبيرمي قنبلته وبيقول لها وانت تعرفي ان اللي هتتجوزيه هو السبب في اعاقه اخوه، اصل هو اللي رماه من فوق المركب، يا ترى لسه عايزه تكملي؟ ويا عيني جوجو بتتصدم زينا كلنا كده وبتقف وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. فبيستغل سيهيوك الموقف وبيحضنها وبيقول لها انا معاكي، ارجعي عن اللي في مخك وهنعيش سوا حياه جميله. فبتقول له يلا نورتنا وبتاخد الشنطه وبتدخل جوه، بس بتكون الشيطانه يورا صورتها وهي في حضن سيهيوك وفرحانه قوي انها تبوظ علاقتهم خلاص. وجوجو بقى بتتصل بسيجين وتقول لها الكلام ده حقيقي، فبتقول لها بصي كبري دماغك، ده موضوع كبير والناس بتقول فعلا هو زق واخوه نفسه هو اللي قال انه عمل كده وده مخلي علاقتهم مش احسن حاجه. فبتفتكر جوجو الشرط اللي اشترطته ام دوجوك ان معاها 6 شهور، لما خلتش دوجوك يرجع يشتغل في الشركه بتاعتهم مش هتقبلها. والله يا حاجه هو سنه وكل حي هيروح لحاله للمجهود. فبتحس جوجو انها هتقابل مشكله قدام فربنا يستر. وعند دوجوك في الشغل بتحصل مشكله في الشغل بسبب اخوه اللي بيلغي معاهم عقد بسبب جواز دوجوك، وبيروح المؤتمر اللي عامله اخوه بيقول لهم يا جماعه اعرفكم انا الاخ الصغير دوجوك، وبيقلب الاجتماع كله لصالحه عشان يرجع اخوه في قراره انه يلغي العقد قدام الصحافه. وجدته بتعرف اللي حصل وبتفرح بده، وبتكون هتقابل ابو جوجو وبيكون طالب مساعدتها في انها تمشي له الدنيا مع مدير الماليه الجديد. فبتقول له انت بتفكرني بابوك، وعلى سيره ابوه بيتصل بيها وبيقول لها تعالي نتقابل، فبتسيب ده عشان تروح لده. فبيقدم لها الجد الفلوس وبيقول لها بصي مش هطول عليكي، دي الفلوس اللي نصبت عليكي فيها زمان، بس ارضي بجوازه حفيدتي وده كل اللي انا عايزه. فبتقول له انت كبرت وخرفت باين، بعد السنين دي كلها جاي ترجع لي فلوسي، وبتسيبه وبتمشي وبترجع البيت وما بتبقاش لا طايقه ده ولا ده، وبتحمد ربنا ان البنت مش متعلقه بحد فيهم. وبالليل بيكونوا في حصه الطبخ وبتعمل براونيز، بس ده مش براونيز ده حجر. فبتيجي المدرسه وتقول لها لا جدعه واحده واحده في تقدم، وبتقول لها ان اللوحه عجبها قوي وحطاها في اوضه نومها. فبتفرح قوي جوجو، وحماتها بتحاول تقرب منها وبتبتدي تدي فرصه لعلاقتهم، والكل بيبدا يلاحظ ده. فبيجي دوجوك عندها البيت وبيقول لها انا كنت جعان فقلت اجي اكل معاكي. انت استحليتها بقى. فبيدخل وبيلاقي البراونيز، فبيقول لها ايه ده؟ فبتقول له لا ده انا هرميه. فبيقول لها ايه ده؟ فبتقول له حاجه عملتها وما طلعتش حلوه. فبيكابر وبيحاول يدوقه بس هي حجر فعلا. فبترميها وبيعمل لهم اندومي وبيبداوا ياكلوا، بس بيحس انها بتعمل حدود بينهم. فبتقول له فعلا انا بعمل حدود لان ده جواز مش حقيقي. فبيقول لها ولو خليناه حقيقي. فبتقول له ده مش هيحصل. فبيتقفل من الدنيا وبيروح. وبعدها جوجو بيكلمها جونج ووك بيقول لها انا اخو دوجوك كنت عايزه اقابلك يعني اتعرف عليكي وكده. فبتقول له ماشي. وعند دوجوك بيروح بار وبيقعد يشرب. فبتيجي يورا وبتقول له يا على الصدف. فبيقول لها الصدفه فعلا والله. فبتقول له ممكن تقول كده. فبيقول لها انا عارف ان انت عايزه تبقي لوحدك والاوضه بتاعتك فوق، وبيقوم مقدم لها مفتاح. فبتقول له انا مش هفوت فرصه زي دي. فقال لها انت رخيصه قوي يا يورا. فبتقول له حتى لو عرفت ان سيهيوك راح لجوجو من وراك. فبتوري له الصوره وبيقول لها انت اللي اخدتيه. فبتقول له هتفرق معاك في ايه؟ فبيقول لها بصي انا مش بتاع كده، وفري طاقتك وفوتك بعافيه. وبتروح يورا البيت وبتبلع كل البراشيم وبتبقى عايزه تنتحر. فامها بتدخل عليها وبتقول لها يورا لا ما تعمليش كده، وبتنقلها على المستشفى. فبتقول لها لما بتفوق ازاي تعملي في نفسك كده. وبتقول لها تخيلي دوجوك يقول لي انا رخيصه، هي اللي رخيصه مش انا. وبتقعد تضحك وبتسيبها وبتمشي. مبروك البت اتجننت. وعند دوجوك بيكون فوق وبيفتكر في كلام يورا. فبيلاقي اخوه بيكلمه وبيقول له اوصف لي خطيبتك كده اصل انا هقابلها فعشان ابقى عندي خلفيه عن شخصيتها. فبيقول له دوجوك انت فين؟ وبيجي على المكان. فبتخش جوجو المكان وبتدور على جونج ووك وما تلاقيهوش. فبتخرج تاني. وفي الوقت ده بيكون دوجوك بره وجاي ومش عارف يعدي الجسر، وبيدخل المكان ونفسه بيعلى وبيفتكر زمان لما اخوه وقع وما عرفش ينقذه وبيبقى هيمشي. وبتنادي عليه جوجو بيقوم يلف يبص لها. فبتقول انا كنت جايه لاخوك بس هو ما جاش باين. وبعدها بتلاحظ انه تعبان. فبتقول له مالك هو انت كويس؟ فبيقول لها بس دايخ شويه وبيقع. فبتجري عليه وبتقول له مالك في ايه بس؟ فبيتمتم بكلامه وبيغمى عليه. ومن فوق اخوه بيبص له وبيقول له هتفضل طول عمرك كده يا دوجوك، بتمثل دور الضحيه. يا ترى ايه قصه دوجوك واخوه وايه اللي هيحصل لدوجوك اصلا؟ لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل استنونا في الحلقات الجايه وما تروحوش بعيد، واعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل حاجه من البدايه للنهايه، وهتوحشونا. باي.